الشاب ده كان في مطعم، وقاعد معاه على نفس الترابيزة راجل كبير في السن لسه هياكل. فالراجل قال له فطيرة لحمة دي أصل ابني بيحبها جدا. قال له خلاص اتفضلها، وساب له الطبق. بعدها بشوية كان طالب بيض مسلوق. أول ما وصل البيض ولسه هياكل منه، الراجل العجوز قال له وعلى فكرة ابني كمان بيحب جدا البيض المسلوق. قال له خلاص ما يغلاش عليه. قال له طيب وانت يا ابني هتاكل ايه؟ قال له انا مش مشكله، انت هتاخدهم لابنك وانا بابايا هيرجعهم لي. فجاه الاب طلع كيس وبدا يحط الاكل بتاع ابنه جوه الكيس. في اللحظه دي الشاب اللي قاعد معاه على الترابيزه دموعه نزلت وكان بيعيط، وبعدين مسك تليفونه وبص على الصوره اللي في تليفونه. الصوره دي صورته هو ووالده، والراجل اللي قاعد معاه على الترابيزه ده يبقى والده، بس للاسف عنده زهايمر. والاب مش فاكر اي حاجه غير الحاجات اللي بيحبها ابنه لما كان صغير. الاب لما بيكبر يحتاج ان ولاده يرعوه وياخدوا بالهم منه. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك.